بصوا يا حبايبي، الجمال ده طبعا هنعملوه من اللسان ولحمة الروز. بصوا طبعا شكل الطاجن تحفة مع شوية رز كده بالشعرية. طاجن جميل وسهل وخفيف جدا، يعني هتحبوه طبعا. يعني احلى من التحمير بشوية يعني. بصوا هنا طبعا انا سلقته، مرش اطول عليكم، انا سلقت اللسان. بصوا الشوربة بتاعته طبعا لاني غسلاه بالجنزبيل والليمون والطحينة. كنت نقعاه كده ساعتين وبعد كده رحت سلقاه. بص يا حبيبي، هنقشره اللسان بكل سهولة. يا دوبك بس هنجيبه حتة بالسكينة، بعد كده كله بايدينا، بس لازم يكون سخن. مش هنستناه طبعا لما يبرد عشان ما يلزقش. بص يا حبيبي، سهل جدا طبعا. شايفين التقشير؟ بس طبعا ما بياخدش اي وقت خالص، طالما سلقاه كويس ما بياخدش اي وقت. طبعا هنشيله الزيادات اللي احنا مش عايزينها. بس طبعا سهل جدا. اي بقى حاجة انتي مش عايزاها في قلب اللسان شيليها. انا طبعا هشيل الحاجات اللي انا مش بحبها في قلب اللسان واقطعها كويس. انضفها على صينية واقطعها. بس بقى الحاجات بقى دي بالسكينة كده هنضفها كويس. وحبيبي نضفنا خلينا زي الفل. بعد كده بقى هنقطعه حتت صغيرة عشان نعمله الطاجن. طبعا هتاكليه بالعيش تاكليه، هتاكليه بشوية رز تاكليه. طبعا هو طاجن سهل جدا ومكوناته بسيطة اوي. بس طبعا هو استوى. قطعه كده بقى قطعيه بقى زي ما انت عايزة، بس انا هقطعه صغير خالص. بس انا مقطعه صغير خالص عشان خاطر انا هناكله بالرز. طبعا اللي عايز ياكل بالعيش ياكل. اكون مقطعه بصلتين وثلاث طماطمات، ولو في طبعا فلفل الوان يبقى حلو، وقطعت فلفل بارد وفلفل حامي. بص يا حبيبي، دول بصلتين كبار. احط بقى البصل الاول لان التتبيله كلها في قلب البصله. هتشمي ريحه طاجن تحفه. مش هحط بهارات كتير. احط بابريكا وفلفل اسود وسبع بهارات وحبه ملح. طبعا هدعكم كويس، ودي مرقه اختياري، اللي عايز يحطها يحطها، مش عايز يحطها ما يحطوش. مرقه لحمه اللي عايز يحطها يحطها. طبعا هدعكم كده كويس اوي مع بعض عشان خاطر انزل كل البهارات تتبل مع البصل. اهم حاجه تدعك البصل كويس لان انا طلعنا ريحه. ومعلقه دبس رمان، معلقه حلوه كده. وافضل استمر كده بدعكها. دي بقى معلقه هريسه شطه. وبعد كده عصر ليمون ومعلقه خل. انا بعصر ليمونه. طبعا بشيل البذر اللي نزل كده. انا تبلت البصله كلها. بعد كده هحط الفلفل، حتى طبعا فلفل بارد وفلفل حامي. اللي مش عايز يحط حامي يحطش. هنا بقى ده كده يعني التتبيله دي بقى تاكل البصله كده بس. طبعا ما اقولكوش بقى على الريحه. بعد كده بقى يا حبايبي احط اللحمه اللي انا قطعتها. طبعا بص انا مقطعها صغير. وافضل ادعكها فيهم كلهم كده. طبعا كل الحاجات دي هتنزل لي الصوص بتاعها. بس طبعا انتي سيبيها بقى شويه تاخد التتبيله كلها. وبعد كده تحطيها في قلب الفرن. ودي معلقه زبده. بس يا حبايبي في الفرن طبعا بص عماله تنزل الطماطم بتنزل ميتها والبصل بتنزل ميته. بس يا حبيبي بعد طبعا ما طلع، ما اقولكوش طبعا على الريحه والطعم. هيعجبكم جدا. طاجن خفيف مفيهوش مكونات كتير.
بصوا حبايبي الصوص طبعا، عايزة طبعا تزودي الصوص بس حطي شوية مية تاني. طبعا الطماطم والبصل نزلوا مية وانا حطيت ربع كوباية مية. ايه رأيكم يا حبايبي؟ بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.